يا هلوس، تعالوا اقول لكم كده على منتجات انا ما كنتش اقدر استغنى عنها. يعني منتجات تخلط بجيبها، وحاجات جربتها وابهرتني. تمام. اول برودكت معانا يعني بلا منازع كتير هيقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده، وفي ناس معايا. بس الشان سوزنج جل دي رابع خامس علبه بجيبها. تمام. كنت الاول بجيب الصغيره، بقيت اجيب الكبيره علشان يعني انا بستهلكها، البيت عندي بيستهلكها، ابني بيستهلكها، جوزي بيستهلكها، كل حاجه. يعني عايزه اقول لكم اي التهاب، اي حاجات في البشره التهبت، ده بيتحط عليها الوفيرا جل بالفيتامين اي، بتريحهم جدا. قرصة ناموسة، مكان لسعة حاجة، بيهدي وبيريح جدا. بعد الشيفنج اساسي اساسي، بيقلل البكتيريا، بيقلل الالتهابات، بيرطب. بصوا قمر قمر. بعد ما تشيلي بالفلامينجو مثلا، ده لازم قبليها بحط الشين سوجين جل وابتدي اشيل بالفلامينجو. ترطيب، استخدمه كبرايمر قبل الميك اب. يعني انا يعني بجد ده جوكر يا جماعه في حاجات كتير. ميزته انه اويلي خفيف، الاويلي سكان فخفيف جدا، بيمتص حلو قوي. انا مع يعني ما اعرفش ليه في ناس بتقول عليه وحش، انا حقيقي ما اعرفش. في بيقولوا فورمولا قديمه، هم غيروا الفورمولا، انا ما اعرفش. انا من يوم ما عجبي هو يعني وهو بيعجبني، يعني من يوم ما طلع وهو بيعجبني بغيره بقى وبجيب منه انواع كتير. ده اول حاجه معايا. تاني حاجه، ودي كانت بجد حاجات انا يعني عارفين الحاجات اللي الصغيره النينجا، هو ده الهير واكس، او الواكس ستيك بتاعه شعر الراس. ده بيبقى هير واكس كده من روزي. تمام. الماركه دي انا حبيتها، انا بصراحه دي الماركه الوحيده اللي جربتها في الهير واكس، بس حبيتها. اولا ريحتها حلوه. تمام. ثانيا بترطب ما بتلزقش، بترطب الشعريه ما بتلزقهاش. ثالثا ان هي بتقلل البيبي هير. عارفين لما تلموا شعركم كده وتلاقوا فيه شعر واقف كده قرايل؟ هو ده بقى بيوديه، بتقلل البيبي هير جدا. فده بقى اساسي موجود معايا بعد ما اسرح شعري من فوق كده، امشيه على شعري بيرطب، ما بيسيبش منظر جريسي، لا بالعكس بيدي منظر ترطيبي كده حلو ولمعه خفيفه. وفي نفس الوقت بيشيل لي كل البيبي هير والشعر اللي واقف الهايش ده. بالنسبه للشعر برضو، اللي من احلى السيرمز اللي جربتها سيرو بايب، وكلاري برضو حلوه يا جماعه. يعني الاتنين بالنسبه لي كانوا حلوين. سيرو بايب من السيرومات اللي ما بتلزقش، ما بتضيع الهيشان، ما بتسيبش منظر التلزيق. الزيت ده بيسلك الشعر، يعني بحس تسريح الشعر بقى احسن معاه. فبجد من احلى السيرومات اللي بيحافظ جدا على الشعر. يعني انا بقيت اخده معايا وانا رايحه للكوافير علشان ما يحطليش سيرم في الاخر. في الاخر بقى احط السيرم ده بعد ما اخلص الكوافير. ده انا اتكلمت عنده فيديو مخصوص. اللاروش بوزيه الريديرميك ريتينول للايس. بصوا يا جماعه، انتفاخات، تجاعيد تحت العين، دارك سيركلز، اي حاجه، الريديرميك لاروش بوزي من ريتينول ده من احسن الحاجات، احلى من صن باي مي وبلا منازع، وعلى ضمانتي بجد احلى منه بكتير وارخص كمان. الديرماتيك من السان سكرين، من الديرماتيك سان سكرين من الديرماتيك، بس ركزوا ان ده الفلويد. تمام. الفلويد طبعا انتم مركزين ان انا بتكلم على الاويل سكان. تمام. الفلويد ده ده عايزه اقول لكم ان حمايته حلوه قوي. ثانيا لما بيتحط بيتفرش بسرعه، ما بتحسوش ان انتوا بتحطوا كريم، بيتفرش بسرعه كده على البشره، بيعمل يعني الابلاينج بتاعه ناعم قوي على البشره. فبجد من الحاجات اللذيذه، ريحته كمان جميله جدا. فبجد من الحاجات اللذيذه في درماتيك اللي انا بيخلص واكرره. نتكلم على ايه بقى علشان انا محتاره اتكلم على ايه؟ الدون. ماشي، نتكلم على الدون. الدون ده نازل ترند. اوكي، برفان الدون ماشي، ده نازل ترند. ليه بقى؟ لانه هو ريحته صابون، هو ريحته صابون. فما ينفعش اقول لك ان حطيه وانزلي. عايزه تحطيه وتنزلي، هو ريحته نظافه، نظافه قوي. يعني انا بستخدمه اكتر بعد الشاور، اقعد في السرير احط كده ارش بخ على السرير، ريحته صابون ونظافه، وكانك يعني عارفه اللي هو انتي فعليا صابونه ماشيه متحركه. فاهماني؟ فانا بحبه، بس يعني ما بفضلهوش في الاماكن اللي هي الاوفيشال. ما بفضلهوش قوي. لكن لان ريحته يعني زي ما قلت لكم صابون، مش ريحه برفيوم، بس ريحته ريحه نظافه حلوه قوي. فالناس اللي ما بتحبش ريحه البرفانات، او يعني
بتخرج بيها، فده ريحه صابون اعتقد ان ده ما فيهوش اي مشاكل ان هو تخرجي بيها بره، فريحه نظافه حلوه قوي يعني. ده بقى القمر بتاعي. عارفين التنت اللي قرفنا ومدوخنا وتحطيه كده يطبع على الايدين، ومهما يقولوا لك ده ما بيطبعش، اول ما تحطيه يطبع برضو. ده حل شيك جلام يا جماعه. انا ما بصوا انا ما بجيبش ميك اب اصلا، يعني انا في الميك اب اخري كونسيلر، سان سكرين، حاجات كوزماتكس، لكن في الميك اب اخري بيبقى الكونسيلر والتنت وممكن هايلايتر، بس ده اللي بستخدمه. فالتنت عندي اساسي. ده بقى شيجلام مطلع بخصوصا دي يا جماعه الدرجه بتاعت اهوي دي، اوف عليها اهوي. اهوي الدرجه البيتش دي بحسها احلى درجه تنت في العالم، الدرجه اللي هي البيتش دي. تمام. بصوا يا جماعه ده جيلي كده، عايزه اقول لكم ان فعلا وتري جدا، يعني ده تحطوه ملمس ميه ملونه على الوش، ما بيطبعش تماما خالص. بيرطب حلو قوي، منظر ناتشرال. سيبك بقى من اللي هو حطي نقطه وافرشيها بسرعه، لا 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 لا، ده تحطي كده ما تخافيش وانتي بتحطيه. يعني التانيين انا بيرعبوني وانا بحطهم، بحس دايما ان انا لو هسيبهم هنزل مسلوخه في الشارع. لا لا لا، ده مرطب فظيع. شيك جلام من احلى الحاجات الحلوه قوي اللي انا جبتها، هو التنت بتاع شيك جلام يا جماعه، رهيب بدرجاته بقى. بس انا بعشق درجه البيتش دي لان بحسها ناتشرال قوي، لان الطبيعي ان احنا بنبقى محمرين، مش لوننا احمر، يعني مش لوننا وردي، تمام، محمرين كده لون الشمس شويه. فده يعني لا، ده خطير خطير خطير، وبيقعد كتير قوي قوي. هو سعره غالي شويه بس يستاهل كل قرش بص انا محتفظه بالعلبه بتاعته، لان انا من كتر ما حباه مستخسره ارمي العلبه، صدقوني مش جديد ولا حاجه، يعني بجد مستخسره ارمي العلبه حقيقي. يعني كل ما اجيبه كده واطلعه بالعلبه بحس بشعور فظيع. المهم دي كانت البرودكتس، من اكتر البرودكتس اللي بحبها. اسالوني على برودكتس تانية هقول لكم الخلاصه، اللي هي حاجات تانية للشعر للبشرة اي حاجة، بس انا حبيت اشارككم بدول دلوقتي. دي الحاجات اللي انا تقريبا بستخدمها ديلي، يعني وانا نازله ديلي بستخدمها. ده في الشاور زي ما قلت لكم، رجعت البيت بالليل قبل ما انام كده، رشه واحده بس خلاص انت عايش كده وحيويه. فيعني من الحاجات الحلوه قوي اللي بستخدمها. ولو عندكم اي سؤال سيبولي في الكومنتات، واشوفكم فيديو تاني. باي باي.